بيت السر القديم في حي قديم من أحياء القاهرة. كان فيه بيت كبير مهجور من سنين طويلة. كل الجيران كانوا بيبعدوا عنه ومحدش يجرؤ يقرب منه. الناس بتقول إن اللي يدخل البيت ده عمره ما يرجع زي ما كان. وكان فيه شاب اسمه محمود، شجاع لكنه دايما يحب المغامرة. سمع محمود عن البيت ده من كبار السن وقال لنفسه: أكيد كله كلام فاضي، أنا لازم أشوف بعيني. في ليلة ضلمة وهو ماشي في الشارع، حس بالهواء برد شديد كأنه بيصرخ. ولما قرب من البيت لقى الباب مفتوح على مصراعيه. إيه ده؟ الباب مفتوح، مين ممكن يكون جوه في نص الليل؟ قال محمود لنفسه وهو بيتقدم بحذر. أول ما دخل البيت ريحة العفن والغبار شدت أنفه. كل حاجة هناك مغطاة بالأتربة، وفيه أثاث مكسور ومرايات مشققة على الحيطان. لكن أكتر حاجة شدت انتباهه كانت لوحة كبيرة مرسومة عليها وجه بنت وشعرها طويل وعيونها سودة غامقة. لما محمود قرب منها حس إن العيون بتبص فيه وكأنها عايزة تقول له حاجة. وبينما هو ماشي في البيت سمع صوت خطوات خفيفة والصرير الأرضية، لكنه لما بص حواليه ما كانش فيه حد. يمكن ده أثر البيت القديم، أكيد خيال. حاول يطمن نفسه لكن قلبه بدأ يدق بسرعة. فجأة الباب اتقفل وراه فجأة. محمود حاول يفتحه بس كان مسدود من جوه. حس بشيء بيشد رجله ناحية الظلام. لما بص لقى ظل بني آدم طويل ما كانش واضح، بس عيونه بتلمع بالحمرة. مين؟ مين حضرتك؟ صرخ محمود وهو بيحاول يهرب. الظل بدأ يقترب منه وكل خطوة كانت بتسمع صرير تحت رجليه. محمود لقى نفسه واقف قدام سلم بيت قديم يؤدي للطابق العلوي، والظل بيلاحقه خطوة بخطوة. على الطابق العلوي لقى غرفة صغيرة وفيها صندوق خشب قديم. على الصندوق كان فيه مفتاح صغير وورقة صفرة مكتوب فيها: اللي يفتح الصندوق يشوف اللي لازم يشوفه، بس حذاري، اللي يشوفه عمره ما هيكون زي ما كان. محمود بدافع الفضول والخوف فتح الصندوق، ولما فتحه حس بنسمة برد شديدة وأصوات همسات حواليه. فجأة خرجت من الصندوق صورة البنت اللي على اللوحة، لكنها كانت حقيقية واقفة قدامه وعيونها سودة ومليانة غضب. البنت قالت بصوت واطي ومرعب: أخيراً جيت تشوف الحقيقة. البيت ده مش بيت، ده فخ، واللي يفتح الصندوق لازم يفضل هنا معانا. محمود حاول يهرب لكن كل الأبواب اتقفلت والظلال بقت حواليه. وفي لحظة اختفى كل حاجة، ما فضلش غير صرخة واحدة، والبيت رجع ساكت زي ما كان مستني الضحية اللي جاية. ومن يومها أي حد بيقرب من البيت يسمع صرخة خافتة، وكأن البيت نفسه بيصرخ على اللي ضاع فيه.